السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هكلم كل أصحاب الشركات والمصانع. هكلمكم عن إدارة السلامة والصحة المهنية لأصحاب الشركات عشان يبقوا عارفين إن إدارة السلامة والصحة المهنية هي أصلا بتعمل إيه. هي بتحمي ممتلكاتك، بتحمي العاملين عندك، بتحمي المنتجات إذا كانت لسه منتجات أو خامات لسه قبل التشغيل أو خامات بعد التشغيل. ده ايه الفرصه اللي في الكلام بتاعي دوت، ان انا هحمي ممتلكاتك من اي مخاطر ممكن تكون بتحصل لك او حصلت لك السنه اللي فاتت. لو انت ما تعرفنيش، انا القبطان احمد خليفه، مدرب معتمد من الحكومه الامريكيه على مستوى الشرق الاوسط، في ان انا بدرب الناس او بوعي الناس او برفع ثقافه العاملين عندك في الشركه بتاعتك عشان يبقوا عارفين او هم شغالين يشتغلوا بامان في جميع الاعمال اللي ممكن بيكونوا بيشتغلوا فيها. لان اي ما كانت شغلتك فهي في مخاطر في نوع العمل اللي انت بتشتغل فيه. طيب انت عندك حوادث بتكلفك كتير جدا، الحوادث دي فيها مخاطر، في مخاطر كتير بتحصل عندك في الشركة، وفي أنواع كتير من المخاطر موجودة. طب المخاطر ديت عشان أتجنبها يبقى أنا لازم أفهم الناس وأوعي الناس وأرفع ثقافتهم، عشان لما يجوا يشتغلوا في الأعمال بتاعتهم أو يجي الراجل بتاع السلامة والصحة المهنية يكلمهم عن المخاطر اللي موجودة يساعدوه، وفي نفس الوقت ينفذوا الكلام بتاعك والتعليمات بتاعتك. طيب هقلل لك الخسائر كمان بتاعتك في الشغل، الخسائر اللي موجودة فعلا. لانك انت ممكن تلاحظ ان في خسائر السنة اللي فاتت، حصل نوع من الحريق، حصل نوع من حادث مرضي او حادث من ماكينة معينة لعامل عندك، وده كلفك كتير جدا. عشان اتفادى هذه الحوادث يبقى انا لازم ارفع ثقافة السلامة والصحة المهنية، وانا على استعداد ان انا ادرب لك الناس بتوعك وارفع ثقافتهم واخليهم يفهموا ان السلامه والصحه المهنيه ما هياش شغلانه اكتر منها افعال. لازم يبقى عارف ان المطلوب منك انك انت ترفع ثقافتهم، عشان وهم بيتعاملوا مع العدد والالات والماكينات اللي عندك في الشغل بيتعاملوا معاها بصوره منتظمه وبصوره منظمه. مطلوب من حضرتك فقط انك انت تبعت لي الايميل بتاعك او تليفونك في الكومنت بتاعتك، وهبعت لك دورة تدريبية من الالف الى الياء مجانية، وده لانك انت مهتم. فطبعا حضرتك لما تكتب لي الايميل بتاعك هبقى عارف ان انت مهتم، فانا هبعت لك بعض التوجيهات المجانية اللي ممكن الناس بتوعك يسمعوها، وبالتالي هتقلل المخاطر اللي موجودة عندك في الشغل. ده لان انا بعمل ده لان دوت ابتغاء وجه الله، من احياها فكانما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وشكرا على اهتمامك وسماعك لهذا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.